واش الخوت هانين عمرك شفتي وجه زوين ولكن بصفة شيطان داخلي؟ في السبعينات في واحد الحي عامر هدوء في مدينة شيكاغو كان واحد خونا سميتو جون واين غيسي. الناس والانتوراج اللي فيه هو كيعرفوه بلي هاد السيد درويش الله يعمرها دار. كان مقاول وكان ناجح، عنده كاريزما مقودة ومحبوب عند الجيران. اكثر من هاد الشي كان كيعجبو يضرب اللبسة ديال التبهلاوين ويسمي راسو بوغو. كيمشي للسبيطارات وكيدير حفلات للأطفال، كيبقى يفرق عليهم في الحلوى والكادوات وكيبقى يضحك مع الصغير والكبير. حتى واحد ما كان شاك بلي هاد خونا كيرسم ضحكة الجوكر، هو في الحقيقة فردي كيتمشى على الأطراف الأصابع ديالو. غيسي كان عنده ميول اللي على بالي وبالك، كان مريض بشي حاجة الهيتوفيلية راك فاهم. كان ديما كيقلب على الدراري ومراهقين وغالبا كيكونوا من الطبقة الفقيرة اللي كيقلبوا على شي خدمة باش يدبروا على راسو. كان كيتلاقى بهم ويديهم عنده للدار، كيبين ليهم باللي هو راجل أعمال وباغي يعاونهم في سبيل الله ويخدموا معاه. فاش كيدخلوا معاه للدار كتغير كاع ديك الهضره. كان كيجبد ليهم الاصفاد وكيبقى طالق عليهم، كيبقى يقول لهم هذه غير شي خدع سحريه كنوريها لكم. ومجرد كيتشدوا ليه كيبدا عليهم بالتعذيب والقتل بطريقه ديال راغنار فاش كيضرب البيض والسيف في يده. اخطر حاجه في هاد القواده هي البلاصه فين كيدفن الضحايا ديالو. غيسي كان كيقتل ويخبي الجثث تحت الارض ديال الدار ديالو، ديما زاهيه عنده التعذيب ولد الرائعه. في البلاصه فين كيسكن مع الوقت الجيران والناس كيشموا ريحه خانزه بزاف. غيسي كان كل مره كيخرج لهم بشي كذبه باش يغطي على دوك الروائح اللي كيشموهم. كيبدا عليهم الله راه غير رويح ديال شي طوبات عندي في الدار، وخونا ولد المتحبنه عايش وسط الضحايات كياكل ويشرب ما خصو حتى خير. والجثث كان كيرميهم في واحد النهر قريب من الدار ديالو. وقتاش غادي تسالي هاد القواده كامله؟ في 1978 هي فاش غادي يختفي واحد الدري سميتو روبرت بيس. هاد الدري كان خدام في الصيدليه ديال غيسي السفاح. البوليس ملي داروا تحقيق لقاو باللي اخر بلاصه تشاف فيها هاد الدري هي في الدار ديال غيسي. البوليس ما حدهم عاقوا في غيسي، بداو بالمراقبه ديالهم. واحد النهار جاو زطموا عليه للدار حماقوا بريحه الموجه. فاش جاو يحفروا لقاو جثه فوق جثه، واحد المنظر يبكي الصخر اللي خلى العالم كامل يتصدم. كانت هاد القضيه اكبر قضيه القاتل المتسلسل في التاريخ امريكا في ذاك العهد. فاش تشد غيسي في الحبس حاول يلعب دور الضحيه، بدا عليهم انا مريض نفسي وقال لهم باللي عنده شخصيه تانية ولد العبد سميتها جاك، هي اللي كانت كدير هاد التمجنين. شوف ليك على هاد الولد القواده. ولكن التحقيقات بينات باللي خونا كان واعي وعارف اش كيدير وكان كيخطط كل حاجه بدقه. في 1980 تحكم عليه بالاعدام، ضرب 14 عام ديال الحبس. وفي ديك الوقت فاش كان في الحبس كان كيرسم لوحات ديال المهرجين، وكان داكشي عنده مجرد هوايه. في 10 ماي
1994 نهار التنفيذ الحكم ديالو باش يحقنوه ويديروا ليه باي باي الحياة. غيسي كيتبهلل عليهم، وقبل ما يموت قال لهم آخر كلمة: قبالتي الآخرة لكم جميعا. ما عرفت شنو كانت يقصد بها، وغادر الحياة. خلى موراه بزاف ديال الألغاز. بداو الناس كيقولوا كيفاش واحد كيدير الخير نهار كامل وفي الليل كيقتل بدم بارد. قصة غيسي بقات عبرة عند كل واحد. المظاهر خداعة بزاف، وأن أغلب السفاحة كيكونوا لابسين أقنعة ديال البراءة باش يقدروا يوصلوا لداكشي اللي باغين. وهذا ما كان أخوتي.